فوز بهذا الدوري. سبورتنج متصدر ينتظر هذه المباراه. الاتحاد السكندري متقدم في الكوارتر الاول والثاني من هذه المباراه. في حاله انتهاء النتيجه بفوز الاتحاد السكندري ستكون غدا مباراه فاصله في ختام نقول فعاليات بقى نشاط الدوري، سواء دوري او كاس او دوري مرتبط. يسعدنا ان يكون معنا دكتور مجدي ابو فريخه اللي دايما يكون مصر على استكمال البطولات رغم كل الظروف. دكتور مجدي، برحب بيك وبهنيك بانتهاء الدوري سواء النهارده او بكره، ولكن انت دايما مصر برغم الظروف المعاكسه اللي انتوا تكملوا الدوري والبطوله تحت اي ظرف. اهلا بيك، وانا طبعا يعني سعيد باللي انت بتقوله، بس الحمد لله يعني ان شاء الله ربنا يتم على خير النهارده او بكره ان شاء الله النهائي، ويبقى نهينا موسم شاق جدا، وده ثالث موسم على التوالي بنلعب تحت ضغوط رهيبه جدا. ودايما بقول انا اتمنى وجود الجماهير بتعمل حياه للملعب وبتعمل دافع عند اللعيبه وبتخلي اللاعب يبدع وبتخلي المنظومه كلها بتبقى مكتمله يعني. لكن اللعيبه عاملين جو جماهير النهارده، اسر اللعيبه وعشان ما يعني احنا حتى النهارده يعني قللنا جدا جدا، لان امبارح كان حصل برضه شويه شد وجذب وكده، لكن يعني ربنا يتمها على خير يعني ان شاء الله بدون جماهير، وانا ببقى حزين جدا بدون جماهير. بسجل مع يعني انت زي ما حضرتك عارف كده يعني ناس مختلفه من منظومه في كره السله. دكتور كابتن مرعي قال لي الله يكون في عون اتحاد السله، بيوفر مكان بالعافيه، بيوفر جدول بالعافيه، بيقول لي احنا عاذرينهم في اقامه هذه البطوله في ظل هذه الظروف. هو طبعا الحمد لله، هي يعني دايما انا بقول هي اسره كره السله، والكل بيبقى متفاعل ومتفاهم للموقف ومتفاهم قد ايه احنا بنتعب وبنجهز لحاجه زي كده. فالحقيقه يعني بيبقى هم بيساعدونا ان هم يعني بيستجيبوا لاي حاجه، وساعات بنحيد شويه، وساعات بس هم بيبقوا فاهمين ان احنا على الحياد بين الفرق، وان احنا بنعمل حاجه للباسكت بول ان احنا نستمر في مسابقاتنا، لان عدم استمرار المسابقات يعني وقوع الباسكت يعني وقوع رياضه مصريه يعني عامه. يعني نقول انتهى النشاط المحلي على خير ان شاء الله. هنبتدي عندنا فتره طويله للمنتخبات، عندنا استعدادات لبطولات مهمه، البحر المتوسط البدايه دوره وديه، بعد كده استعداد لافريقيا. اعتقد يعني موسم عايز شغل كتير جدا للمنتخبات الوطنيه. طبعا احنا داخلين على مرحله يعني صعبه جدا جدا جدا. احنا كنا ال11 افريقيا، ومطلوب مننا ان احنا يعني ناخد مركز من الثلاثه الاوائل عشان نوصل كاس عالم في بطوله افريقيا اللي جايه. بنجهز، بشكر اللجنه الاولمبيه والوزاره على موافقتهم ان احنا نشارك في البحر الابيض المتوسط، وبعديها في بطوله ويليام جونز، بعديها في بطوله تونس الدوليه. دي كلها تجهيز لبطوله افريقيا اللي هي في نهايه شهر اغسطس. الحقيقه يعني بس برجو من الوزاره دعم الاتحاد ماليا، لان طبعا الوضع المالي بالنسبه لينا يعني بقى صعب جدا، لان انا كان عندي السنه اللي فاتت مشاركات افريقيه برضو اللي هي تصفية المنطقه الخامسه، وعندي 18 سنه اولاد وبنات، وكان عندي بطولات كتير كلفت حوالي 1,200,000. الوزاره اعتذرت عن عدم تلبيه. لا دي مصروفات منتخبات. اللي بتقول الدعم ما اتبعتش من وزاره الرياضه، بالفعل الكلام ده مظبوط؟ لا، هو في دعم تجهيز للي جاي، جالنا نصه. في دعم اللي فات كله، ان احنا المفروض كنا احنا لما بنشارك في حاجه احنا باعتين خطه بتاعتنا المفروض يجي لنا الدعم بتاعها. الوزاره يعني اعتذرت عن عدم ارسال الدعم، فانا يعني لسه طبعا يعني ان شاء الله هناقشهم في الحته دي، لان طبعا ده 1,200,000 المفروض هجهز بيهم في المرحله اللي جايه للفرقه اللي جايه، وعندي 16 سنه اولاد وبنات بيلعبوا افريقيا برضه مؤهله لكاس عالم. فانا يعني في كلها ده حمل ضغط مع الانديه اللي هي طبعا السنه دي الظروف اللي حصلت بالنسبه لتوقف النشاط والجانب المالي للانديه. بعض الانديه لسه لينا عندها التزامات كتير جدا ماديا، كل دي ضغوط عليا انا ماديا، انا مش هقدر استحمل يعني ميزانيه الاتحاد ما تتحملش كل الضغوط دي، فلازم الوزاره تقف جنبنا يعني. هو الحقيقه السيد الوزير متفاهم جدا للموقف ده، ولسه في قاعده ان شاء الله معاه ومع الاستاذ عبد الرحمن يوسف المدير التنفيذي للاتحاد ان احنا يعني نناقش المواضيع دي. فبس انا برجو ان هي تبقى بسرعه شويه، لان احنا محتاجين دعم مادي لتجهيز المنتخبات دي. دكتور عمرو قال لي في اتصالات بالمحترفين وفي تفاهم، وحاسس ان الصوره مختلفه هذا الموسم، يعني سواء اللعيبه اللي هنا او في لعيبه محترفه، ويختاروا يعني قوام اعتقد عدد كبير عشان فتره طويله. والله الحقيقه الحمد لله، يمكن اللعيبه بدات تحس ان في تجهيز كويس قوي للمنتخبات، بقينا نشارك في بطولات جامده. عايزين نعمل حاجه، جبنا مدير فني متفرغ، جبنا مدير فني لسه برضه واصل امبارح لقطاع الناشئين كله، ده صربي.
كل ده باين للناس ان احنا فعلا المنتخبات يعني الرؤى بتاعت الاتحاد للمنتخبات في الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني رؤيه كويسه ومساعده وتجهيز الفرق كويس. فكل اللاعبين المحترفين بداوا هم يطلبوا ان هم يرجعوا، كانوا هم الاول بيعتذروا الحقيقه عن المنتخب وده كانت حاجه محزناني جدا، لكن الحمد لله دلوقتي هم بداوا يطلبوا ان الرجوع للمنتخب والعوده لصفوف المنتخب الوطني. شايف حضرتك يعني ختام الدوري والشكل الشدات اللي حضرتك قلت لي عليها امبارح، النهارده الروح الرياضيه انا حاسس ان مفيش شد ومفيش يعني روح وصوره عامه كويسه النهارده. هو يمكن كان حصل شويه شد امبارح في المدرجات بين بعض المنتمين للانديه اللي هم اولياء الامور وكده، اتاثر بالسلب على الملعب، وده اللي خلانا نحجب دخول حتى الاسر او كده. فده يعني زي ما انت شايف برضه وصلنا لحاجه لازم يحصل يعني حاجه معينه عشان نقدر نقف عليها، واي حاجه بتحصل ديفوهات او كده بنحاول نعالجها اول باول، والحمد لله ربنا يسهل النهارده وبكره ونخلص على خير ان شاء الله. لو في بكره خلص النهارده اوكي، الف مبروك للي كسب. بكره برضه نفس الوضع، برضه نفس الوضع يعني يكسب النهارده يكسب بكره، ايا كان الوضع هنقول مبروك للي كسب وهارد لك، لان كل ده بيلعب برضه في ظروف زي ما احنا بنقول ظروف الاتحاد، ظروف الانديه، الناحيه الامنيه، الكلام ده كله مؤثر على اللاعبين وعلى الانديه وعلى الاتحاد كمنظومه واحده. انا بشكر حضرتك جدا، بهني حضرتك بانتهاء الموسم على خير ان شاء الله سواء النهارده او بكره، ولا حضرتك بالنجاح، وان شاء الله نتمنى نكون كده شايفين منتخب مصر يرجع كاس العالم تاني، يدخل الاولمبياد تاني، نقدر نرجع للرياده في افريقيا. نتمنى ان شاء الله. وانا يعني انا بشكرك انت بخصوصا يا كابتن محسن لمتابعتك المستمره ولدعمك ولاتجاهك الايجابي ناحيه مش باسكت بول بس، لكل رياضه، لان برضه انا بطلب من الاعلام ان هو يبقى اتجاهه ايجابي ويقدر يشرح للناس ليه بنلعب من غير جمهور، ليه مش عارف ايه. دي بتساعدنا انا كاتحاد وكرياضه مصريه تهيئه الاجواء والناس بتتفاهم، بل ليه من غير جمهور والناس تبدا تسخن الجماهير. لا احنا عايزين يبقى اتجاه الاعلام اتجاه ايجابي بس كمان ان شاء الله باذن الله. شكرا يا كابتن مصر، شكرا. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين مع حضراتكم فعاليات الدوري الممتاز المصري لكرة السلة. من يفوز بهذا الدوري؟ سبورتنج تصدر بطولة الدوري الممتاز، كما تصدر بطولة الدوري المرتبط، كما تصدر ايضا بطولة كأس مصر، ولكن هذه المباراة ستحدد هل يفوز سبورتنج ام ستكون مباراة فاصلة غدا بين الاتحاد السكندري وسبورتنج. يسعدنا ان يكون معنا نجم من نجوم كرة السلة ونجم من نجوم يعني نقول الاسكندرية، الكابتن طارق الصباغ. كابتن طارق برحب بحضرتك واقول لحضرتك النهارده يعني جاي كده ومشدود، يعني نقول الاتحاد السكندري هيلعب مباراة فاصلة غدا مع السبورتنج، هو الاقرب وهو المتقدم، واعتقد هو متسيد المباراه حتى ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقنا ونكسب النهارده، يبقى في مباراه فاصله بكره ان شاء الله، لان امبارح يعني ما وفقوش الولاد، انما بصراحه ادوا مباراه كويسه قوي والفرقتين. انما طبعا كمان الاجهاد اللي حصل عند اللعيبه كلها نتيجه ضغطه المباريات دي اثرت برضو في اصابات كتيره في الفرق كلها يعني. انما ان شاء الله باذن الله يبقى يعني دوري كويس وتنتهي المباراه بكره على خير ان شاء الله. وسام جابر قدر يبقى قد المسؤوليه برغم كل الظروف وبرغم المده القصيره، ولكن قدر يؤدي في اسكندريه كويس جدا ويفوز، قدر يعني ينافس لحد اللحظات الاخيره وشكله خلاص داخل في مباراه فاصله. اكيد بامانه وسام اثبت نفسه وان هو بيدير المباراه بطريقه قويه، بيقرا المباريات صح، برضو يعني بيعد اللعيبه نفسيا. لا ما شاء الله يعني ما يقلش عن اي مدير فني موجود، ما شاء الله عليه. حضرتك بقى الاتحاد يعني البطوله دي تفرق مع الاتحاد السكندري ازاي وهو نادي بطوله؟ يعني الاتحاد والزمالك هم اكتر فرقتين حاصلين على بطولات في الدوري والكاس ويعني بطولات السله، ولكن الاتحاد وزعيم الصغر وعندكم السله دي اللعبه الشعبيه الاولى، البطوله دي تفرق ازاي مع الاتحاد السكندري في ظل الامكانيات ونقول يعني المشاكل اللي كانت موجوده في الاداره في الفتره الاخيره؟ هو طبعا هتفرق كتير زي ما حضرتك بتقول. الفتره اللي فاتت دي كانت تجربه قاسيه قوي على الولاد، كان يعني في وضع غير مستقر اداريا بالنسبه حتى للمستحقات الماليه، رغم كده الولاد ما فتحتش يعني ما كلمتش خالص في الكلام ده، يعني يمكن كل اللي خدوه مش عارف 16% من عقودهم، انما ما شاء الله عليهم هم عارفين ان فلوسهم ما بتروحش في نادي الاتحاد، وبغض النظر عن مين اللي موجود. والمجموعه اللي موجوده دلوقتي في النادي اللي بتدير ناس محترمه جدا، وبرضه اللي فاتوا كانوا محترمين، فان شاء الله ربنا يوفق، وباذن الله هتبقى ليها حلاوه خاصه ان هم يقدروا يكسبوا الدوري من الصعوبات دي مجتمعه يعني.
بشكر حضرتك جدا يا كابتن طارق، واتمنى ان شاء الله الافضل يفوز وانتوا البطوله كده خلاص بقت في اسكندريه ان شاء الله باذن الله ربنا. ان شاء الله. شكرا كابتن. شكرا. في الكلام احنا مستمرين مع حضراتكم، ويسعدنا ايضا ان يكون معنا المهندس خالد القوسي، يعني عضو مجلس الاداره ورئيس لجنه المسابقات. باشمهندس برحب بيك واقول لك يعني النهارده خلاص بقى الختام، وفي البدايه بقى حددت الماتش بكره الساعه كام وفي مباراه فاصله؟ باذن الله بكره الساعه 4 على نفس الملعب. لو في مباراه فاصله لسه المباراه ما انتهتش، اول ما تنتهي المباراه هنحدد. لو في مباراه فاصله بكره الساعه 4 ان شاء الله. اعتراض الاتحاد ويقول لك اللي انا لاعب متاخر وسبورتنج لاعب بدري، تعملوا ايه؟ احنا في بدايه المسابقه قبل ما المسابقه بتبتدي بنبعت لهم بنقول في حاله وجود مباراه في نهائيه فاصله بتبقى تاني يوم على نفس الملعب. فدي ما فيهاش اعتراض. لا نهائيا. شايف بقى شكل البطوله كان في اعتراض، بيقولوا بطوله الدوري المرتبط كانت طويله قوي وبطوله الدوري السوبر مضغوطه شويه. دوري المرتبط ما كانتش طويله، هي التوقفات فيها كانت كتير، انما لو عدينا عدد الايام هتلاقيها اقل من دوري السوبر. بس هو الناس بتقول طويله على الناس استغرقت 3 اشهر، منهم حوالي شهرين توقف عشان المنتخب. فده تاني قبل ما نبدا الكاس بدا قبل الدوري كل مره بيبقى الكاس بيجي دور الثمانيه بعد بطوله الدوري السوبر. كان ليا نظريه ومجلس الاداره اتفق معايا عليها ان احنا لازم نبتدي نلعب بطوله وننتهي منها ونسلم جوائزها، علشان لو احد الانديه عندها ظروف معينه من اصابات من هبوط مستوى ما تفقدش 3 بطولات. يعني تفقد بطولة بسبب إصابات، يبقى البطولة التانية جهزت نفسها وتلعب، تبقى الفرص متواجدة. إنما كان النظام السابق أعتقد فيه يعني ناحية برضو شوية احنا راعينا البطولات ان الأندية كلها تبقى ليها تنافس. يعني ممكن يكون كان الكلام ده بيتعمل بسبب ظروف الملاعب، ظروف الثورة، ظروف انما اعتقد ان الظروف بتتحسن، فاحنا فضلنا ان احنا نلعب بطولة عشان يبقى في تنافس. وهي وضحت ان النهارده كل البطولات بتخلص بماتشات فاصله، ده النجاح لاي بطوله طبعا. انا بشكر حضرتك جدا واتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله اتمنى التوفيق لكره السله المصريه خلال الفتره القادمه مع المنتخبات الوطنيه. شكرا، ربنا يخليك. شكرا. مشاهدينا الكرام، احنا بنشكركم لحسن المتابعه على هذه اللقاءات ما بين شوطي المباراه الختاميه في اليوم الختامي لتحديد بطل الدوري الممتاز المصري. سبورتنج يتصدر وينتظر البطوله الثالثه الاتحاد السكندري. في حاله فوزه في هذه المباراه ستكون غدا مباراه فاصله. بنشكركم على حسن المتابعه على هذه اللقاءات، والان نترككم للتعليق مع الكابتن زكريا محي الدين للتعليق الكوارتر الثالث والرابع من هذه المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة للقاء الاتحاد السكندري ونادي الزمالك في المباراة النهائية بينهم.